قال من تلك الأوامر أمرني ألا أسأل الناس شيئا، لأن سؤال الناس مذلة، ينبغي على الإنسان أن يسأل ربه سبحانه الذي بيده الخزائن، الذي بيده الخزائن. قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة واسأل من أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس تحب سؤال الناس والإلحاح على الناس، ولم يسألوا رب العالمين الذي بيده خزائن الدنيا والآخرة، الذي بيده خزائن الدنيا والآخرة، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ينزل ربنا في كل ليلة والناس في غطيط وفي نوم، ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة ينادي سبحان عباده هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه. كم سألت فلان وفلان وفلان، هل فكرت أن تسأل رب العالمين الذي بيده كل شيء ولجأت إليه؟ لكن صار الناس يكثرون من سؤال الناس وتركوا سؤال رب الناس الذي بيده كل شيء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهو القائل عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة الذي يسأل الناس وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم.